اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا وصلت 2 مليون على تيك توك. اه والله العظيم، كل بفضل ربنا وفضلكم طبعا. والله يا جماعه انا طالعه اشكركم. بعيدا عن كل ده انا مش هحتفل، يعني انا مش عايزه احتفل عشان الظروف اللي احنا فيها دي وكده يعني. وربنا ينصر طبعا اخواتنا اللي في فلسطين وكده، انا طالعه اشكركم بس انا مش عايزه احتفل. انا مبسوطه قوي بجد، يعني على قد الابتسامه اللي فلقه وش نصين كده، بس انا بجد انا بشكركم جدا. طبعا انا مكنتش هوصل للرقم ده غير يعني بفضل ربنا اولا وانتوا كمان يعني. فانا بشكركم لعاشر مره. والله العظيم السحنه دي جابت 2 مليون، ما تعرفوش ازاي. يعني والله العظيم انا ما يعني انا مش مقتنعه ان في 2 مليون بني ادم بيتابع البني ادمه دي، يعني اللي هو انا عن نفسي بقول لنفسي على ايه. بس لا، انا واحده عسل فعشان كده بتابعيني. ايوه. فانا بما اني وصلت 2 مليون بقى وكده، فانا قررت ان انا هفيد الدوله، يعني انا هفيد البلد بمعنى اصح. يعني انا هفيدكم ازاي بقى، معرفش، انا مفلسه اصلا، بس لا هفيدكم مستقبليا ان شاء الله. يعني كمان سنتين 3 كده اكون مش عارفه اكون ايه، بس يعني كمان سنتين 3 اكون عديت 3 ثانوي، ده انا عديتها. هوزع على امه مصر كلها، وخليها برا مصر كمان عشان ما بقاش ايه منافقه. اوزع عليكم كل واحد كرنبيتايه. كمان الكرنبيت ده مفيد جدا في الشتاء. واوزع عليكم كيس عدس بس اصفر بقى عشان احنا في الشتاء برضو. طبعا بقى مستلزمات العدس اللي هي الكوسه والطماطم والجزر والبطاطس والكلام ده هتوزع عليه كل واحد واحده. يعني مثلا على الكيس العدس هتوزع عليه بطاطسايه وقدها جزرايه وهوزع عليكم طبعا حاجات التموين اللي هو كيس السكر، بس مش هوزعه عشان غالي، والزيت كذلك مش هوزعه، يعني مش هوزع حاجه من التموين اصلا. وبالنسبه للبنات حديثه الجواز اللي هي هتتجوز لسه او اتجوزت خلاص او اتطلقت، يعني هوزع عليها كل واحد منوكير احمر وروج احمر ناري، عشان يلزق في بوز اي حاجه، يعني مثلا يلزق في بوز الكوبايه ما يطلعش. مش عارفه انا بقول ايه، بس اسمعوني بس. وكل ده عشان 2 مليون، في حمله 2 مليون شخص هياخد مني 2 مليون كام اسمها ايه، كرنبيتا، وقدهم كيس عدس، صح، كيس سحلب كمان عشان السحلب مفيد جدا في الشتاء، ولو انت ما بتحبوش يعني رجعه، في غيرك بيستفيد. واهم حاجه هنوزع عليكم بطاطا. البطاطا اي نعم هي متوفره هذه الايام يعني، بس كله ببلاش بقى. والله يا جماعه بعيدا عن كل الهزار ده، انا بجد يعني خدوا بص عشان بشكركم. انا مبسوطه جدا يعني، بس انا بتمنى بعد الفيديو ده ما يرجعوش مليون تاني بجد، عشان بعد الكلام اللي قلته ده. لا بس انا ما بهزرش، هوزع عليكم بوسات، ده اللي اقدر عليه. يلا خد. عايزين بقى نوصل نصهم او تمنهم او ربعهم، اي حاجه على اليوتيوب بقى يا جماعه، عشان كده ما يصحش. انا لسه لحد دلوقتي 6000 متابع على اليوتيوب، انتوا متخيلين؟ يعني ابقى 2 مليون على تيك توك وعلى اليوتيوب 6000؟ عيب. بعيد عن كل ده، عيبه في حق والله. يعني اصدقائي اللي على تيك توك، على الانستا، على الفيس، كل دول خشوا اعملوا متابعه على اليوتيوب، يعني معلش تعالوا على نفسكم شويه. انا هسيب لكم اللينك، هتلاقوه يا في البايو على تيك توك يا اما في اول تعليق على الفيس. بس كده. بس يعني انا خلاص انا بقيت بني ادم. انا بقيت مشهوره، معرفش ازاي، بس انا بنزل الشارع بتصادف ان في ناس عارفاني، فانا باخد الصدمه بقى، انا كل يوم باخد الصدمه. يعني اللي يعرفني انا بمشي في شارع البطاش، انا كده بمشي ببقى عامله كده اهو. ما تستغربوش من شكلي عشان انا شكلي بيبقى متوحد في الشارع، بس انا يعني مكتومه بقى، مكتومه جوايا، اللي هو الهزار بقى والضحك والكلام ده بيبقى مكتوم متشال متحوش لحد ما اطلعه في الكاميرا. لكن والله انا بستغرب من الناس اللي بتشبه عليا وتبصلي كده او تيجي تصور معايا وتسلم عليا وبتاع، وفي ناس كانت بتجري ورايا عشان تصور معايا والله العظيم. يعني انا فاكره ان انا كنت ماشيه لوحدي، المشكله انا كنت ماشيه لوحدي في شله شباب، ومشكله ان انا ما بصور. والله قبل كده في حد طلب مني ان انا اتصور معاه، بس قلت له معلش ما بصورش مع ولاد، فده غصب عني. يعني هو في وسط الشارع معيش حد بقى وهتصور مع ولد، السمعه راحت. لا والمصيبه ان كان في مجموعه، لا وكمان بيقول لي خد يا بت، والله العظيم قال له خد يا بت. ليه كده؟ انا بس سايق عندكم العماره يا جماعه، شويه تهذيب يعني. انا مش في وسط الشارع كمان، يعني قولها لي في وداني ماشي، لكن في وسط الشارع يا خد يا بت اللي هو طبيعي مش هجيلك، انا طبيعي مش هجيلك.
كرامتي نقحت عليا. وبعدين انا الوحيده اللي هبقى واقفه في وسط الشباب دول عشان اصور، صعبه جدا. انا واحده متربيه يا جماعه والله. فاللي عايز يجي يتصور معايا لو لقى معايا، لو ولد بس يعني، لو بنت عادي احنا بنات يعني، لكن لو ولد لو لقى معيش حد يعني، ومش شرط تكون بنت كمان يعني، لازم يكون حد اكبر مني، ابويا مثلا، اخويا، تعالى عادي. بس يعني عيب توقفني في نص الشارع والله، عشان انا بتحرج والله. معلش انا اطيب من باقي سلطان، تعالى على نفسك والله. ولاف يو جميعا، وخدوا بوسات، والله يبارك لكم دنيا واخره. وكل عام وانتم بخير. على ايه ما اعرفش، بس احنا داخلين بقى ايه على امتحانات وكده، فكل النصايب وانتم بخير.